لكل الشباب الخريجين وظائف عمل فرص مميزة سنة 2025. رواتب بتوصل ل9000 جنيه و400. هنتكلم في الفيديو عن طبيعة الوظائف وازاي كمان تقدر تقدم فيها بكل سهولة. جهود كبيرة في مصر علشان تدعم الشباب الخريجين والشباب اللي مش لاقيين شغل، وكمان بتشجع التوظيف المحلي برواتب كبيرة جدا لكل الشباب الخريج سواء من النساء أو الشباب. بتعلن وزارة العمل بشكل رسمي عن دورة جديدة وتقديم وظائف متاحة لسنة 2025. بيتيح الوظائف عن طريق النشرة القومية علشان بتشغل وتشمل هذه الوظائف في منها مناصب مميزة وكمان شغل في مختلف القطاعات. رواتب بتصل ل 9400 جنيه في الشهر. الحد من البطالة وتحسين الدخل للشباب، وكمان الربط بين الكفاءة المصرية والخبرات المصرية بفرص عمل مصممة خصيصا للسوق المحلي، وده هيكون في شركات القطاع الخاص. وظائف وقائمة جديدة، مجموعة متنوعة من المهن اللي تلبي احتياجات الشركات الكبرى في مجالات الصيدلة والإدارة والتوزيع. أولا مطلوب في الشغل مديرين وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في نظام الإشراف وكمان في نظام الإدارة التشغيلية. مطلوب كمان 50 صيدلي برواتب بتصل ل 9400 جنيه شهريا، وده لكل الحاصلين على بكالوريوس صيدلة من كلية الصيدلة. محتاجين كمان مساعد صيدلي من كلا الجنسين، يعني سواء بنات أو شباب، برواتب تتراوح ما بين 7000 جنيه وحتى 8500 جنيه. مطلوب كمان في خبرة لا تقل عن سنة واحدة. مطلوب كمان عدد كبير من المندوبين توصيل برواتب بتصل إلى 8500 جنيه و9000 جنيه، ويشترط أن يكون معاه دراجة نارية وكمان خبرة لا تقل عن سنة. مطلوب كمان في الوظائف كول سنتر بخبرة في مجال الصيدلة، والرواتب اللي تتراوح ما بين 7000 جنيه و9000 جنيه في الشهر. مطلوب كمان معاونين خدمات بخبرة 6 شهور، بالإضافة لعمال نظافة وده بيكون سنهم لغاية 35 سنة. بتحدد الوزارة مجموعة من الشروط اللي انت ممكن من خلالها تقدم، واول الشروط هي ان انت تكون مقيم في مصر، العمر بتاعك يكون من 21 سنة على الاقل، ما يكونش اقل من 21، وكمان ما يزيدش عن 40 سنة. وده باستثناء وظائف النظافة أن يكون في لياقة بدنية وفي حسن المظهر. تقديم كمان شهادات الخبرة والمؤهلات الدراسية الأصلية، وده في حالة الانترفيو والمقابلة. بتأكد الوزارة أن جميع الوظائف متاحة للرجال والنساء، وده بيكون حسب طبيعة الوظيفة، واللي بتشمل تأمين اجتماعي وطبي وأيام راحة أسبوعية. فرص التقديم الوظيفي خلال الشركة داخل الشركة. طريقة التقديم وإزاي التواصل على الرقم اللي هنقوله من خلال الفيديو بتاعنا دلوقتي، على الرقم 010 55 97 1003. هنقول الرقم مرة تانية 010 55 97 1003. في رقم كمان 010 666 42 681، أو يمكن إن أنت تقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg. بتوضح وزارة العمل وزارة القوى العاملة إن عملية التقديم بتكون على عدة مراحل، واللي هي أولها حاجة اسمها التسجيل الإلكتروني، بعدها مرحلة المراجعة المبدئية بيراجعوا فيها كل بياناتك، وبعدها بيحددوا ميعاد للمقابلة الشخصية اللي بتكون مكانها في مقر الشركة المتقدمة، وده بيكون تحت إشراف إدارة التوظيف بالوزارة. النشرة ديت إحدى الأدوات الرئيسية اللي بتستخدمها وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل آمنة ومأمونة للشباب في مصر، وكمان بالتعاون مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال من خلال ضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل والسوق المحلي. بتحذر الوزارة إن جميع الإعلانات اللي منتشرة على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وعدم الانجرار وراء الشائعات او الاعلانات الغير رسميه، الاعلانات الكاذبه المنتشره. مؤكد ان جميع الاعلانات الوظائف الرسميه بتكون حصريا على موقع الكتروني في النشرات القوميه، وانها بتراقب كل التزامات الشركات بمعايير الامان الوظيفي. لكل الشباب الخريجين وظائف عمل فرص مميزة سنة 2025. رواتب بتوصل ل9000 جنيه و400. هنتكلم في الفيديو عن طبيعة الوظائف وازاي كمان تقدر تقدم فيها بكل سهولة. جهود كبيرة في مصر علشان تدعم الشباب الخريجين والشباب اللي مش لاقيين شغل، وكمان بتشجع التوظيف المحلي برواتب كبيرة جدا لكل الشباب الخريج سواء من النساء أو الشباب. بتعلن وزارة العمل بشكل رسمي عن دورة جديدة وتقديم وظائف متاحة لسنة 2025. بيتيح الوظائف عن طريق النشرة القومية علشان بتشغل وتشمل هذه الوظائف في منها مناصب مميزة وكمان شغل في مختلف القطاعات.
رواتب بتصل ل 9400 جنيه في الشهر. الحد من البطالة وتحسين الدخل للشباب، وكمان الربط بين الكفاءة المصرية والخبرات المصرية بفرص عمل مصممة خصيصا للسوق المحلي، وده هيكون في شركات القطاع الخاص. وظائف وقيمة جديدة، مجموعة متنوعة من المهن اللي تلبي احتياجات الشركات الكبرى في مجالات الصيدلة والإدارة والتوزيع. أولا، مطلوب في الشغل مديرين وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في نظام الإشراف وكمان في نظام الإدارة التشغيلية. مطلوب كمان 50 صيدلي برواتب بتصل ل 9400 جنيه شهريا، وده لكل الحاصلين على بكالوريوس صيدلة من كلية الصيدلة. محتاجين كمان مساعد صيدلي من كلا الجنسين، يعني سواء بنات أو شباب، برواتب تتراوح ما بين 7000 جنيه وحتى 8500 جنيه. مطلوب كمان في خبرة لا تقل عن سنة واحدة. مطلوب كمان عدد كبير من المندوبين توصيل برواتب بتصل إلى 8500 جنيه و9000 جنيه، ويشترط أن يكون معاه دراجة نارية وكمان خبرة لا تقل عن سنة. مطلوب كمان في الوظائف كول سنتر بخبرة في مجال الصيدلة، والرواتب اللي تتراوح ما بين 7000 جنيه و9000 جنيه في الشهر. مطلوب كمان معاونين خدمات بخبرة 6 شهور، بالإضافة لعمال نظافة، وده بيكون سنهم لغاية 35 سنة. بتحدد الوزارة مجموعة من الشروط اللي انت ممكن من خلالها تقدم، واول الشروط هي ان انت تكون مقيم في مصر، العمر بتاعك يكون من 21 سنة على الاقل، ما يكونش اقل من 21، وكمان ما يزيدش عن 40 سنة. وده باستثناء وظائف النظافة أن يكون في لياقة بدنية وفي حسن المظهر. تقديم كمان شهادات الخبرة والمؤهلات الدراسية الأصلية، وده في حالة الانترفيو والمقابلة. بتأكد الوزارة أن جميع الوظائف متاحة للرجال والنساء، وده بيكون حسب طبيعة الوظيفة، واللي بتشمل تأمين اجتماعي وطبي وأيام راحة أسبوعية. فرص التقديم الوظيفي خلال الشركة داخل الشركة. طريقة التقديم وإزاي التواصل على الرقم اللي هنقوله من خلال الفيديو بتاعنا دلوقتي، على الرقم 010 55 97 1003. هنقول الرقم مرة تانية 010 55 97 1003. في رقم كمان 010 666 42 681، أو يمكن إن أنت تقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg. بتوضح وزارة العمل وزارة القوى العاملة إن عملية التقديم بتكون على عدة مراحل، واللي هي أولها حاجة اسمها التسجيل الإلكتروني، بعدها مرحلة المراجعة المبدئية بيراجعوا فيها كل بياناتك، وبعدها بيحددوا ميعاد للمقابلة الشخصية اللي بتكون مكانها في مقر الشركة المتقدمة، وده بيكون تحت إشراف إدارة التوظيف بالوزارة. النشرة ديت إحدى الأدوات الرئيسية اللي بتستخدمها وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل آمنة ومأمونة للشباب في مصر، وكمان بالتعاون مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال من خلال ضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل والسوق المحلي. بتحذر الوزارة إن جميع الإعلانات اللي منتشرة على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وعدم الانجرار وراء الشائعات او الاعلانات الغير رسميه، الاعلانات الكاذبه المنتشره. مؤكد ان جميع الاعلانات الوظائف الرسميه بتكون حصريا على موقع الكتروني في النشرات القوميه، وانها بتراقب كل التزامات الشركات بمعايير الامان الوظيفي.